برشلونة اليوم ما خرج بس من دوري الأبطال، برشلونة خرج لأنه دفع ثمن مباراة الذهاب ومباراة الإياب معاها. اليوم الفريق حاول وقاتل وسجل واقترب، لكن في النهاية كرة القدم ما تعترف بمحاولات متأخرة إذا أنت أصلا وضعت نفسك في موقف معقد من البداية. برشلونة دخل الإياب وهو يعرف أن عليه تعويض 2-0 من الذهاب، وهذا بحد ذاته يفرض عليك مباراة شبه مثالية. لازم تسجل، ولازم ما تستقبل، ولازم تدير أعصابك، ولازم تكون تحاسم في كل لقطة. وهني تحديدا ظهرت المشكلة. برشلونة لعب تحت الضغط بينما أتلتيكو لعب على نتيجة أخطائك وعلى توترك. فنيا الفريق الكتالوني كان عنده الرغبة، لكن ما كان عنده الاكتمال. في لحظات كثيرة حسيت أن برشلونة غريب، لكن القرب في دوري الأبطال ما يكفي. لازم أن أنت تقتل المباراة، لازم أن أنت شلون تعرف تسرعها وتعرف شلون متى تهدي ومتى تضرب الضربة الثانية. وأتلتيكو طبعا ما قدم لنا شيء جديد، بل قدم نفسه الحقيقي. فريق يعرف شلون يعيش تحت الضغط، يعرف شلون يضغطك ذهنيا، يعرف شلون يخليك تجري وتركض خلف المباراة، ثم يعاقبك في اللحظة اللي أنت تحتاج فيها نفسك أكثر من أي شيء. أنا بالنسبة لي خروج برشلونة اليوم مو بس مباراة واحدة، بسبب تفاصيل كثيرة، تفاصيل الذهاب وتفاصيل التحكيم اللي أثر على المباراتين، تفاصيل إدارة اللحظات الكبيرة ضايعة عند برشلونة. الخلاصة، برشلونة قدم كل شيء للأمانة. برشلونة حاول العودة، لكن دوري الأبطال ما يكافئ الفريق اللي بس يقترب، بل يكافئ الفريق اللي يعرف شلون يحسن. ولذلك أتلتيكو تأهل، وبرشلونة خرج مو لأنه كان فريق بلا جودة، بل لأنه لم يكن كاملا بما يكفي لليلة بهذه الحجم. بس هارد لك برشلونة، ألف مبروك أتلتيكو مدريد.